فتوح هيبيع الزمالك وهيروح للأهلي علشان عربية ب5 مليون جنيه. يا ترى الكلام ده صح؟ وفتوح هيبقى الضربة القاضية للزمالك ولا مجرد كلام على السوشيال ميديا؟ خليك معانا لآخر الفيديو علشان تعرف الحقيقة كاملة. اللاعب أحمد فتوح هو ترند الرياضة الفترة دي، والمنافسة بين الأهلي والزمالك عليه قوية جدا، خاصة إن اللاعب مديون ب15 مليون جنيه ومحتاج فلوس. فهل يا ترى هيختار الفلوس ويمضي للأهلي ويسدد ديونه، ولا هيفضل مع الزمالك علشان ما يقلبش الجمهور عليه؟ السؤال ده إجابته كل أهل الكورة لحد دلوقتي مش عارفين يجاوبوا عليه، لان بعد الموقف اللي عمله امام عاشور مع الزمالك محدش بقى واثق ان في حاجه اسمها انتماء اصلا. والمفروض ان فتوح عقده هيخلص في شهر يناير اللي جاي، وبعدها يا اما هيجدد مع الزمالك او يروح لاي نادي تاني. من ناحيه الزمالك فاداره النادي اعلنت انها متمسكه بيه وعايزاه يجدد عقده، ومن ناحيه فتوح هو كمان اعلن انه عاوز يكمل في نادي الزمالك. لحد هنا الدنيا تمام، ممكن تفتكر ان مفيش مشكله، لكن في الحقيقه في مشكله، ومشكله كبيره جدا كمان، وهي المديونيه اللي ب15 مليون جنيه واللي المطلوب منه يسددها في اسرع وقت. وده خلى فتوح يلجأ انه يطلب الفلوس المتاخره ليه من نادي الزمالك، لكن كان اداره النادي قالت له مش هنديلك فلوس الا بعد ما تمضي عقد التجديد الاول، ما احنا مش هنكرر اللي حصل مع امام عاشور. الكلام ده طبعا ضايق فتوح اللي حس ان النادي بيخونه ومش حاسس بأزمة المديونية اللي عليه واللي ممكن توصله للسجن. والسؤال هنا، هل نادي الزمالك بيرخم على فتوح كده من غير سبب، ولا في فعلا عروض ومفاوضات بين احمد فتوح والاهلي؟ في الحقيقه ان في مصادر موثوق منها قالت ان فعلا الاهلي بيتفاوض علشان يضم احمد فتوح، وان الصفقه المعروضه عليه هي التعاقد لمده 3 سنين ب50 مليون جنيه، وده غير عربيه هديه سعرها حوالي 5 مليون جنيه. طبعا العرض مغري جدا قصاد عرض الزمالك اللي هو عقد لمده سنتين ب15 مليون جنيه. وعلى الرغم من كده اغلب المعلومات الموثوقه بتشير لان فتوح وافق على عرض الزمالك وطلب من إدارة النادي تديله منحة تعاقد علشان يقدر يسد الدين اللي عليه. وبكده انتهت أزمة أحمد فتوح اللي فضل انتمائه للزمالك وحبه لجمهوره اللي قلع البيضة على فلوس الأهلي.